كل هذه العوامل التي ذكرناها آنفا تكمن خلف سياسات الحفيد أغسطس، الاسم الرمزي للانتقال من الجمهورية إلى الإمبراطورية، والذي تزامن مع بدايات الميلاد. ما كان يترتب على هذه الظروف هو سياسات الاستقرار الداخلي والأمن الخارجي. فعصر سلام روما المجيد المعمر حتى بموجب ذلك، بدءا من إسقاط مجلس الأعيان الخائر والهش إلى مستوى مجلس شورى، وتعزيز المؤسسات وإدارتها بالتعيين بدل الانتخاب، مرورا بإلهاء الشعب بأيام تعج بالتسلية والمماطلة، ووصولا إلى تشكيل المعسكرات والحاميات الأمنية في الخارج، والقيام بالتعزيزات اللازمة من خلال بناء الأسوار والانتقال بعدها إلى الحروب الدفاعية. ورغم الشروع في كل الأسفار الهجومية صوب الهجمات المذكورة آنفا، إلا أن جميعها لم تكن في حقيقتها سوى أسفار بهدف الدفاع. وفيما بعد تقع بين أيدينا قائمة طويلة من الأباطرة الذائعي الصيت. إنها القوائم الأخيرة من أشباه الآلهة أشباه البشر. الغريب أن أباطرة روما أيضا كانوا يدركون مع مرور الأيام عدم جدوى مجمع الآلهة الكلاسيكي، أي أنهم أدركوا يقينا استحالة تأمين شرعيتهم اللازمة عبر قناع الآلهة ذاك. تبدت معالم الانقسام والانهيار بعد عام 250 ميلادي من خلال البلبلة والفوضى المستفحلة وكثرة الحكام في إدارة شؤون الإمبراطورية. فحتى زنوبيا ملكة تدمر الشهيرة كانت مندفعة وراء طموحها في بناء إمبراطورية تحتضن مصر وسوريا وبلاد الأناضول والعراق. هذه التسميات لم تكن موجودة في تلك الأزمنة كما اليوم، لكننا نذكرها لتيسير التعريف بالجغرافيا المقصودة. لكن قصتها المحزنة تعبير صارخ عن آداب روما الكلاسيكية، ذلك أن أرادها شير الأول مؤسس السلالة الساسانية الحديثة في الشرق، وشهبور الأول الإمبراطور الذي يضاهي أغسطس في عظمته قد ألحق الهزائم بالجيوش الرومانية على التوالي. من المعلوم أن الساسانيين بلغوا شرقي البحر المتوسط وجبال طوروس. أنوه هنا على الفور أن مدينة زوغما الشهيرة القريبة من الفرات وبرجيك، والتي كانت حامية في تلك الأيام، قد سويت بالأرض عام 256 ميلادي، فلم ترى النور ثانية، حيث تحولت ميزوبوتاميا العليا على وجه التخصيص إلى ساحة وغى، فشهدت معارك ضارية بين الإمبراطورية الرومانية وكل من الإمبراطوريتين البارثية والإيرانية الساسانية، كما كانت شاهدة عيان على تدول النفوذ فيما بينهم. وكأن المنطق الجدلي لهذه الأراضي المقدسة مولدة الثورات النيولوتية وبانية أولى المدنيات قد انتقل إلى قطبه المعاكس، لتدور عليها الدائرة وتتحول من منبع باعث للحضارات إلى ساحة للصراع المستميت بين المدنيات. فعجز هذه الأراضي عن تأسيس كيان مركزي بعد عهد الأوراراتيين وتعرضها منذ ذاك الحين وحتى رهيننا إلى استيلاء واستعمار وانتداب واحتلال قوى المدنية الأخرى، هما من التطورات الأكثر مأساوية في التاريخ، تماما مثلما المرأة الأم التي غدت كائنا أكثر انسحاقا بعدما كانت مبدعة الثورة الثقافية العظمى. لكن الجيوش الرومانية كانت ترد على الهجمات وتتقدم حتى شواطئ نهر دجلة، إلا أن الموت المبكر للإمبراطور الشهير يوليان عام 365 ميلادي بنحو مأساوي جدا في آخر معترك له على سواحل دجلة، وكأنه يحاكي الإسكندر بذلك، كانت بداية لخسران روما عصر الأباطرة العظام إلى غير رجعة. كانت روما تغلق على ذاتها باب عصر الأباطرة المجيد، وبالأصل فالحروب المستعرة في الشرق والقارة الأوروبية على وجه الخصوص كانت تشير إلى استحالة حكم إمبراطورية من داخل روما. فعندما قضى الإمبراطور الشهير دقلديانوس حتفه عام 306 ميلادي، كان قد اعتلى العرش في الوقت نفسه 6 أباطرة، وكان قسطنطين الأول هو من نجا من بينهم وانهمك في تغيير دين الإمبراطورية عام 312 ميلادي وتبديل عاصمتها في 11 من أيار عام 330 ميلادي. لكن وبعد انقضاء عهد يوليان آخر إمبراطور من سلالة قسطنطين، عانت السلالة من التشتت والشقاق رسميا عام 395 ميلادي. هكذا تحول أباطرة روما الغربية إلى دمى بأيدي زعماء القوط المغيرين عليهم، فحتى الزعيم الهون أتيلا كان بمقدوره إحكام القبضة على روما عام 451 ميلادي لو أنه شاء ذلك،
وبينما طوي عهد الإمبراطورية الرومانية الأولى على يد ملك القوط أودوكار عام 476 ميلادي، فقد بقيت ثقافتهم أيضا مطمورة مدة طويلة، لكنها لم تمت. أما روما الثانية أي بيزنطة فاستمرت بوجودها مدة طويلة تعاني من بنى مهمشة ومقلدة للغير، إمبراطورية عميقة تقلد الشرق والغرب على السواء، وقاصرة عن ابتكار تركيبة جديدة. ولأن كانت مساعي جوستنيان العظمى فيما بين أعوام 527 ميلادي 565 ميلادي في سبيل بسط النفوذ على مساحات الإمبراطورية القديمة تتميز بتأثيرها الملحوظ، إلا أن الأقاليم كانت تفلت من زمام مبادرتهم شيئا فشيئا. تعرف بيزنطة نفسها على أنها روما الثانية، إلا أن مطامع القسطنطينية في أن تكون روما الثانية أمر مغال فيه، إذ من العسير الزعم أنها تميزت بمعان تتعدى كونها دوامة عميقة تدور على أراضي روما القديمة. أما ماهيتها المسيحية فهي موضوع مختلف وتقتضي بحثا مغايرا. ثم أتى العثمانيون والروسسلافيون مركزهم موسكو، الذين يفضلون تسمية عهد روسيا القيصرية بعهد روما الثالثة، إلا أن مزاعمهم تلك التي هي على صلة مع المسيحية والإسلام كثقافة أيديولوجية ليست مجرد مبالغة، بل إنها تعني الخلط بين مراحل وثقافات مختلفة لتسفر عن خلط فظيع في المعاني. سنعمل في القسم التالي على تناول المصطلحات الإشكالية كالحضارات المسيحية والإسلامية والموسوية. اشتقت العديد من الإمبراطوريات الجديدة من روما استذكارا لها، بدءا من إنجلترا إلى البحر الأسود. فبعد انهيار الوثنية المجارية لسقوط روما كان قد تكون فراغ فسيح يحمل بين أحشائه مخاضات ثورة دينية جديدة، لكن الوثنية والميثولوجية الأوروبيتين كانتا تعانيان من التقزم حيال روما، في حين أن الوثنية المنهارة بصفتها دينا رسميا في روما كان يستحيل تصيرها قوتا أيديولوجيا لأوروبا الغضة. فالعصر كان يقتضي ثورة معنوية ودينية بقدر حاجته للثورات على الصعد الأخرى المادية منها والسياسية والاقتصادية. لنعمل على تقييم مقارنة إحصائية لروما على الصعيدين الثقافي والمادي، ولو بالخطوط العريضة، قبل الخوض في انطلاقات ومعاني الثورة المسيحية والثورة الإسلامية اللاحقة لها. كانت حروف الإنتاج الزراعي والتعدين والمهن الحرة والتجارة الظاهرة في مناطق أعظم المدنيات في العالم قد تعاظمت واتسعت آفاقها في ظل الإمبراطورية. ومقولة كل الطرق تؤدي إلى روما تحدد وجهة سيلان هذه الموارد الاقتصادية، حيث كان العالم برمته يغذي روما. بهذه المكاسب السمسارية الكبرى كانت قد أنشئت المدن الفخمة وأولها روما، كما أن العهد الهيليني صان هذه المدائن كما هي وطورها أكثر. فمن بعد روما تأتي أنطاكيا، الإسكندرية، براغما، تدمر، سامسوت، أديسا، أميد، أرزنيروم، نيو قيصرية، قيصرية، تارسوس، ترابزوس وغيرها من المدن الهيلينية الجمة التي كانت كالنجوم المتلألئة في سماء الشرق، في حين أننا نشهد رصف اللبنات الأولى لدنيا المدائن الجديدة في أوروبا، أي ولادة أمثال أوروك، وفي مقدمتها باريس، والتي تميز عمارها بتطابقه مع عمار المدن اليونانية، ولكن مع مساحة من العظمة والاتساع، علاوة على أن أقنية الري وسواقيها وعجلاتها كانت حققت تطورا ملحوظا آنذاك. أما شبكة الطرقات فلا نظير لها، والأمن كان مستتبا لدرجة أنه كان ثمة سلام روما حقا، كما كانت صناعة التعدين والوسائل المعمارية متطورة. أما المناجم الحجرية ونحت الصخور فلا يمكن مقارنته إلا بعهد مصر القديم، بالإضافة إلى أن تغليف الدروع المعدنية والأسلحة كان بطبيعة الحال من شؤون الحرف الأكثر تطورا، في حين كانت التجارة قد استكملت مؤسساتيتها وراجت فاستردت اعتبارها مقارنة مع مكانتها في الثقافة اليونانية. وتكاثر التجار المشهورون ليسود عهد مزهر في انطلاقته التجارية. يبدو أن القانون كان يقطع كل هذه المسافة من التقدم والتمأسس لأول مرة في تاريخه، فالتشريعات القانونية جديرة بأخذها مثالا يحتذى به حتى في يومنا الحاضر. ومؤسسة المواطنة الراسخة كانت ثمرة طبيعية للقانون. أما مواطنة روما فكانت امتيازا عظيما، فكل الأوساط الأرستقراطية والتجارية في العالم كانت تعتبر العيش على غرار سكان روما امتيازا بحد ذاته. لقد غدا العيش على منوال روما حالة مرضية آنذاك،
مثلما الحال اليوم بالنسبة لنمط حياة الحداثة الرأسمالية، وربما يتأتى التأثير العالمي للموضة الإيطالية من هذه التقاليد.